بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي أبطال الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم وفي حلقة مهمة جدا عن منهج عام 2027. A quick look on Prep 2 Grammar، يعني نظرة سريعة على قواعد الصف الثاني الإعدادي اللي هتدرسها طالب الصف الثاني هذا العام إن شاء الله. في يونت 1 هتدرس يا بطل The Present Continuous Tense اللي هو زمن المضارع البسيط، وهو زمن سهل جدا درسناه قبل كده في العام الماضي وهندرسه كمان في هذا العام. يونت 2 معانا The Present Simple Active and Passive. Active and Passive. ركز معايا، هناخد زمن المضارع البسيط في المعلوم والباسيف اللي هو المجهول. يبقى هنتكلم في يونت 2 عن البريزنت سيمبل في المعلوم والمجهول، اللي هي ازاي نكون جملة في زمن المضارع البسيط في المبني للمعلوم والمبني للمجهول. ودي أول سنة تعدي عليه طلاب عليكم السنة دي، طلاب تاني إعدادي، وإن شاء الله هنشرح القاعدة دي باستفاضة وبطريقة سهلة ومميزة جدا في المنهج عند شرح المنهج إن شاء الله. يونت 3 هتدرس يا بطل The Past Simple with the Past Continuous Tenses. هنقارن بين ال Past Simple اللي هو الماضي البسيط و The Past Continuous اللي هو الماضي المستمر. هناخد مقارنة ما بين زمن الماضي البسيط وزمن الماضي المستمر، وهناخد بعض الروابط التي لها علاقة بزمن الماضي البسيط والماضي المستمر، روابط زمنية، وهي when بمعنى عندما، while بمعنى بينما أو أثناء، وas برضو بمعنى أثناء أو بينما، وجust as بمعنى أثناء أو بينما. يبقى هناخد في الوحدة دي مقارنة بين الماضي البسيط والماضي المستمر، وهناخد الروابط الزمنية when while وas وجust as، وهندرسها إن شاء الله في الوحدة الثالثة، وهنشرحها إن شاء الله بطريقة بسيطة وسهلة جدا بإذن الله عند شرح المنهج. في يونت 4 بقى إن شاء الله هناخد الكونكتورز اللي هي الروابط، because يعني لأن، وسو معناها لذلك، وبط بمعنى لكن، والزو بمعنى على الرغم من. وهناخد ازاي بنستخدم هذه الروابط في الجمل بطريقة مبسطة وسهلة جدا عند شرح الوحدة الرابعة ان شاء الله. يونت 5 هندرس فيها comparatives and superlatives adjectives، صيغ المقارنة والتفضيل، ودي خدناها قبل كده، خدنا فكرة عنها في مناهج سابقة في أولى إعدادي وخمسة ورابعة وأعتقد وستة ابتدائي كمان. خدنا الكومباراتيفز اند سوبرلاتيفز اللي هي صيغ التفضيل والمقارنة، وهندرسها بالتفصيل في يونت 5 إن شاء الله. يونت 6 هناخد the first conditional if اللي هي if الشرطية الأولى، ودي درسناها قبل كده في منهج أولى إعدادي، وهناخدها كمان في منهج تاني إعدادي مع the second conditional if اللي هي الشرطية الثانية. وهناخد إمتى نستخدم if في الحالة الأولى وإمتى نستخدم if في الحالة الثانية، والفرق بين استخدام if في الحالة الأولى وإف في الحالة التانية، وإمتى ممكن نستخدم الحالة الأولى أو الحالات اللي ممكن نستخدم فيها الحالة الأولى والحالات اللي ممكن نستخدم فيها الحالة الثانية، وكيف نكون جملة باستخدام إف في الحالة الأولى وإف في الحالة الثانية. يبقى كده يا بطل أنت عرفت القواعد اللي هتدرسها في سنة تانية إعدادي. الوحدة الأولى هندرس زمن المضارع البسيط، الوحدة الثانية هناخد المضارع البسيط في المبني المعلوم والمبني المجهول. الوحدة الثالثة هناخد زمن الماضي البسيط والماضي المستمر ومقارنة بينهم، وهناخد بعض الروابط الزمنية المرتبطة بزمن الماضي البسيط والماضي المستمر اللي هي when, while, as and just as. وفي يونت 4 إن شاء الله هناخد روابط
اللي هي because so but although. وفي يونت 5 ان شاء الله هناخد الكومباراتيفز اند سوبرلاتيفز اللي هي صيغة التفضيل وصيغة المقارنة، او ازاي نقارن او ازاي نفاضل ما بين الاشخاص والاشياء في الصفات، وازاي نكون جمل صحيحة في صيغة المقارنة وصيغة التفضيل. في يونت 6 الوحدة السادسة ان شاء الله هناخد حالة اف الشرطية الاولى وحالة اف الشرطية الثانية، وازاي نكون جمل في الشرطية الاولى والشرطية الثانية، وازاي نفرق ما بين الجمل في الحالة الاولى والحالة الثانية. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو، وما تنسوش ان شاء الله انكم تشاركوا الفيديو والاعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.